السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض صينيه العجه الحلوه اللي انتوا شايفينها دي. شكلها حلو وطعمها كمان حلو قوي. عجه مصريه اقتصاديه وموفره وحلوه قوي. تعالوا يلا نعملها سوا. معانا بقى المقادير بتاعتنا. معانا كده، معانا هنا كوبايه دقيق. انا هنا معايا مج بس هاخد منه كوبايه بس. ومعانا كزبره خضراء وبقدونس. ومعانا 3 طماطميات مقطعناهم مكعبات وقرن فلفل حامي. ومعانا معلقتين نشا. ومعانا بصلتين كبار بشراهم. ومعانا 5 بيضات او 4 بيضات. ومعلقة بيكنج باودر. معانا هنا بقى كده المقلاية سخنينها، نزلنا بيها بشوية زيت. وهننزل بقى بالبصل بتاعنا. هنا بقى كده هنقلب البصلة بتاعتنا، نفضل نقلب فيها كده عشان ما تتحرقش معانا. احنا كده عايزينها تدبل شوية او تصفر شوية. نفضل نقلب كده. وهنجيب بقى معلقة توم كده، هنحمرها كده مع البصل ونقلبها مع البصل كده. ومعانا بقى الطماطم بتاعتنا اللي هم عبارة عن 3 طماطميات وفلفل حامي. هنقلبهم كده مع البصل، نديهم كده تشويحة كده مع بعض. وهننزل عليهم كده برشة فلفل. قلبهم كده بقى مع بعض تاني. وهنسيبهم بقى لما يستوي حوالي 5 دقايق كده، لما يستووا كده مع بعض. هنا بقى بدأت بقى تستوي بالشكل ده كده. استوت كده معانا. معانا كده هنا بولة. ومعانا هنا حوالي 5 بيضات. ممكن نضيف 4 بيضات، الموجود 4 5 عادي. هنا كده هنكسر البيض بتاعنا كده في البولة. هنا بقى نزلت بكل البيض اللي معانا، هنقلبه كده مع بعض. وهننزل معانا كوباية دقيق، هننزل بكوباية. وهنفضل نقلب. ومعانا معلقتين نشا ونص معلقة بيكنج باودر. ومعانا الخضرة بتاعتنا اللي هي بقدونس وكزبرة. هنقلبهم كده مع بعض. ننزل بالبهارات بتاعتنا، معلقة كمون ومعلقة فلفل ومعلقة بابريكا ومعلقة قرفة ومعلقة الملح الصغيرة
معلقة خل ومعلقة زيت كده، ونقلبهم كده في بعض. نفضل بقى نقلب كده. اهم حاجة التقليب، لازم نقلبها تبقى حلوة زي الكيكة كده. لما نقلبها نفضل نقلبها كتير، ونقلبها كده في اتجاه واحد. نفضل نقلب نقلب. هنا بقى ننزل بقى بالطماطم والبصل اللي احنا مسبكينه، ونرجع نقلبه تاني. نقلب، نفضل بقى نقلب نقلب كده في اتجاه واحد. مش هتاخد معانا وقت علشان احنا مسبكين البصل والطماطم. هنجيب بقى كده الصينية بتاعتنا، هندهنها كده زيت او سمنة الموجود المتوفر عندنا، وننزل كده بالخليط بتاعنا. الفرن بقى هنكون مولعينه على درجة 200، وهنسيبها حوالي 20 دقيقة. هنظبطها كده بالمعلقة وندخلها بقى الفرن. هنا بقى بعد ما طلعناها بقى بالفرن، شفتوا الحلاوة بقى، بجد احلى عجة. شكلها حلو قوي، طعمها كان حلو قوي. كده هنبدأ كده نقطعها بالشكل ده. نقطعها بقى كده كده كبيرة صغيرة زي ما انتوا عاوزين. انا قطعتها بالشكل ده وسط كده، وهنعملها كده بالسكينة كده من الجوانب علشان تطلع معانا بكل سهولة. هقطع لكم كده بقى قطعة تشوفوها بقى عاملة ازاي. شفتوا بقى عاملة ازاي؟ شكلها حلو قوي بجد، شكلها حلو وطعمها حلو. واللي نفخها كده بيكنج باودر هو اللي خلاها كده، بجد طعمها حلو. جربوها بقى وقولولي ايه رأيكم فيها بجد. اعملوها بقى بطريقتي وقولولي رأيكم فيها.